أظن بعد غلاء الأسعار وغلو كل حاجة حوالينا، أقل واجب نعمله إن احنا نعمله بالطريقة دي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. أول حاجة هتجيبي 5 بطاطسيات متوسطين في الحجم، تقشريهم طبعا بعد ما تغسليهم وتقطعيهم قطع كبيرة. مش مهم الشكل أو إن هي تكون منتظمة، أنا عايزاكي بس تقطعيها قطع كبيرة عشان يساعدها في السوا. دلوقتي بقى عايزة أفكركم ما تنسوش تدعموا الفيديو ده باللايك ومشاركته مع أصدقائكم عشان يوصل لكل الناس. هتجيبي الحلة تمليها بالمية، ومكعب مرقة دجاج أو مرقة خضار مفروم أو كيس مرقة دجاج فورية وتحطيها على المية. هنجيب ورقتين من اللوري، ولو بتحبي الحبهان حطي فصين من الحبهان، ونزلي البطاطس في المية وقلبيها تقليبها علشان بس ما يبقاش فيه اي كتل من مرقة الدجاج، وسيبيها تغلي على النار. زي ما انتوا شايفين بيبقى فيه رغاوي كده على السطح، نبتدي نشيلها علشان ما تعملش اي زفارة للبطاطس. في طاسة على النار هنحط معلقة من السمنة، وهننزل عليها ببصلاية صغيرة مفرومة ناعم او متوسطة حسب كمية البطاطس، وهبتدي اشوح فيها لغاية ما تاخد معايا اللون الذهبي الحلو وتكون ريحتها ظهر بالنسبة لي. اول ما توصل لدرجة اللون اللي انا عايزاها، هنزل بقى بقطع الطماطم والفلفل الاخضر، ممكن كمان قرن فلفل شطة متقطع صغير، واشوح فيهم كده، واحط بقى معلقة صغيرة من بودرة الثوم ومعلقة صغيرة من بهارات. هنبتدي زي ما انتوا شايفين نشوح ونضيف بابريكا وفلفل اسود وملح. حابة تحب تحطي سنة سكر حاجة بسيطة مفيش مشاكل. هنا انا حسيت ان البهارات كلها لزقت في الطاسه، علشان كده حطيت نقطه زيت، ممكن تحطي نقطه ميه مفيش مشاكل. المهم نشيل بس كل البهارات دي لان هي دي اللي هتدينا الطعم. بعد كده بقى اول ما بيوصل الخليط بتاعي زي المعجون كده، بشيله من الطاسه، وفي نفس الطاسه هحط معلقه زيت واجيب شريحتين 3 من اللانشون واقطعهم صغير زي ما انتوا شايفين. اول ما يتحمروا كده وتحسي ان هما خلاص بقوا مقرمشين، نشيلهم من على النار. ادي البطاطس صفتها وشلت منها الورق اللوري، ولو عامله حاطه حبهان شيلي الحبهان. ببتدي اهرسها كده وهي سخنه، وبعدين اضيف عليها المعجون اللي انا عملته، اهرس فيهم الاتنين مع بعض لغايه ما يمتزجوا تماما، واتاكد كده ان هما كل حته بقت واخده من طعم المعجون اللي انا حطيته. كده بقى جاهز عندي اللانشون الكريسبي والجبنه الموتزاريلا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هتجيبي رغيف عيش، اي رغيف عيش شامي لبناني سوري، ممكن البلدي بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، واحط فيه كمية من البطاطس. كل واحد ليه رغيفين، رغيف هنحط فيه موتزاريلا ورغيف هنسيبه سادة كده عشان التوفيق. ما انت لازم تبقي ست شاطرة وموفرة، وفي نفس الوقت دقنا كل حاجة. على الوش حطي اللانشون كريسبي ويلا بينا. وعشان يبقى كريسبي ما تحطيهوش مع البطاطس وتخلطيهم مع بعض، لا خليه على الوش كده هيفضل كريسبي معاكي. دلوقتي بقى هدي تشويحة للرغيف في معلقة من الزيت او السمنة، وهنكمل بقية الكمية. وتعالوا بقى شوفوا معايا النتيجة. يا سلام على القرمشة، حاجة كده رهيبة. ادينا عملنا الحواوشي، يعني بدل ما استخدم 300 جنيه في عمايله استخدمت اقل من 30 جنيه. انتوا متخيلين؟ تعالوا بقى شوفوا، شايفين المطة؟ حاجة كده رهيبة، مقرمش، وانا عايزة اقول لكم والله طعمه طلع رهيب. يبقى ريحنا الميزانية وانبسطنا بالطعم. وعايزة اقول لكم ظبطوا نفسكم بقى بكوباية البيبسي وشوية مخلل، وهتاكلوا احلى حواوشي كلتوه في حياتكم. بجد رهيب جدا. يلا جربوه، والف هنا وشفا عليكم. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.